السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم. نخصص حلقة اليوم لموضوع مهم يشغل آلاف المترشحين لمسابقة توظيف الأساتذة في الجزائر، هو موعد سحب استدعاءات المقابلة الشفوية وتفاصيل برمجتها الرسمية لسنة 2025. إذا قبل أن نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد يخص مسابقات توظيف وقطاع التربية. إذا نتكلم أولا على الموعد الرسمي لسحب استدعاءات المقابلة الشفوية. أعلنت وزارة التربية الوطنية رسميا أن المترشحين الذين قبلت ملفاتهم في مسابقة التوظيف على أساس الشهادات للالتحاق برتب الأساتذة بعنوان سنة 2025 مدعوون لاستخراج استدعاءاتهم للمقابلة الشفوية ابتداء من 8 مارس 2026 عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. ويأتي هذا الإجراء بعد قرار الوزارة تأجيل موعد إجراء المقابلات الشفوية إلى أيام 24 و25 و26 مارس 2026 بدلا من التاريخ السابق المحدد في 21 فبراير 2026، وذلك من أجل تهيئة الظروف الملائمة وضمان الشفافية ومصداقية العملية. إذا أوضحت الجهات الرسمية أن سبب التأجيل يعود إلى العدد الكبير جدا من المترشحين المسجلين في المسابقة، وأيضا ضرورة توفير تنظيم محكم يضمن السير الجيد للمقابلات في ظروف شفافة وعادلة، وهذا ما دفع الوزارة إلى إعادة برمجة المواعيد خلال أواخر شهر مارس. كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن المسابقة شهدت مشاركة تفوق 1,000,000 مترشح، وهو رقم يعكس حجم المنافسة وأهمية هذا التوظيف في قطاع التربية. إذا ماذا يجب أن نفعل كمترشحين ابتداء من 8 مارس؟ ابتداء من هذا التاريخ يجب على كل مترشح الدخول إلى منصة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، تحميل أو طباعة استدعاء المقابلة الشفوية، التأكد من تاريخ ووقت المقابلة ومكان الإجراء، الوثائق المطلوبة يوم المقابلة. عدم استخراج استدعاء في الوقت المناسب قد يؤدي إلى فقدان فرصة اجتياز المقابلة، لذلك ينصح بالقيام بهذه الخطوة فور فتح المنصة. إذا نعطيكم نصائح مهمة للنجاح في المقابلة الشفوية، بما أن المرحلة القادمة حاسمة جدا. إليكم أهم النصائح: أولا التحضير البيداغوجي، مراجعة أساسيات التخصص، الإلمام بطرق التدريس الحديثة، معرفة كيفية تسيير القسم ومعالجة المشكلات التربوية، التحضير النفسي والشخصي، يجب عليك الثقة بالنفس والهدوء أثناء الحديث واحترام أعضاء لجنة المقابلة، تقديم إجابات واضحة ومختصرة. ثالثا متابعة المستجدات الرسمية والتأكد من المعلومات فقط عبر البيانات الرسمية للوزارة والمنصات المعتمدة، تجنب الإشاعات المنتشرة في مواقع التواصل. إذا ماذا بعد المقابلة الشفوية؟ بعد انتهاء المقابلات يتم جمع النقاط النهائية وترتيب المترشحين حسب الاستحقاق، ثم الإعلان عن القوائم النهائية للناجحين والاحتياطيين عبر المنصات الرسمية. يلي ذلك استكمال إجراءات التعيين والالتحاق بالمناصب. إذا تذكير مهم لكل المترشحين: بداية سحب استدعاءات المقابلة الشفوية من 8 مارس 2026، من 24 إلى 26 مارس 2026 إجراء المقابلات رسميا. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المترشحين، ولا تنسوا الاجتهاد والدعاء، فهذه المرحلة قد تكون بداية مشواركم المهني في قطاع التربية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وشاركونا في التعليقات. هل أنتم مستعدون للمقابلة الشفوية؟ وما أكثر سؤال تخشونه فيها؟ إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. استفسار أو شيء تحيرتم فيه اتركوه لنا في التعليقات سنجيبكم عليه إن شاء الله في فيديوهات قادمة. إذا دمتم في رعاية الله وحفظها.